الخصوصيات هي من أكثر المسببات لإشكاليات الترجمة، تأتي من طبيعة وخلفية المجتمعات عن المجتمعات الأخرى. مثلا هناك كلمات لا تجد لها مقابلا في اللغات الأخرى. لا شعب بدون لغة، حتى لو بدت لغته مأخوذة من الآخر لأسباب وظروف تاريخية، لو تجلت محدودة ما دامت تتضمن الروح العارمة لشعب يودعها حيويته وشعره ووجوده وحقيقة تميزه عن الآخرين وتفاعله معهم في الآن عينه. قطعت القصيدة الكردية أشواطا كبيرة في مسار التحديث، فمنذ عبد الله قوران وحتى جيل الحداثة الثالثة في التسعينيات القرن الماضي مرت التجربة الشعرية بأسماء وتجارب راسخة، وحاولت استثمار الخصوصية التاريخية والطبيعية لهذا الشعب العريق، وقدمت محاولات جادة لمواكبة القصيدة العالمية من دون التخلي عن اللمسة المحلية الفارقة في طبيعة اللغة والموضوعات، بلمسة حداثية طموحة. عن أفق التحديث في القصيدة الكردية اليوم بعد التجربة التراكمية الممتدة على مسار عقود، يقول الشاعر دلاور قرداغي إن القصيدة الكردية جزءا من الإرث الثقافي القومي والإبداعي الإنساني، فهي منفتحة بشكل عام على الثقافات الكونية، وتكتب أسلوبا وردية كما يكتبها أي شاعر متشبع بقيم الحداثة والتجديد. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سأتحدث اليوم عن شخصية معروفة في الوسط الأدبي العربي، كان بودي أن أتحدث عنه باللغة الكردية، فهو ابن كركوك، مدينة السلام، مدينة التنوع، مدينة الإثنيات، وما يسمونها بعراق المصغر. لقمان منصور من مواليد كركوك 1963، شخصية أدبية معروفة، كاتب ومترجم، إلى جانب كتابته للخواطر، ويعمل أيضا في فريق الترجمة بلا حدود، إلى جانب عدد من الشخصيات الأدبية العربية الأمازيغية. وكان لي الشرف أن أكون من ضمن أعمالهم التي ترجمت. كانت لي قصائد من بينها. لقمان منصور شخصية محبوبة من قبل زملائه جميعا، وهو صديق بصدق. لقمان منصور عمل على الترجمة لعدة كتب لشعراء عدة، منهم الشاعرة نجاح إبراهيم، ترجم لها كتابين على ما أعتقد بعيدا عن لالش، وكتاب عطش الأسفدار، إلى جانب ترجمته لكتاب الشاعرة والروائية وفاء عبد الرزاق بعنوان 10 صلوات للجسد. كما أن لقمان منصور يعمل الآن على طباعة ديوانه التي ستكون لنا بمثابة مفاجأة. لقمان منصور مترجم حاصل على دبلوم من المعهد التكنولوجي قسم المكائن والمعدات، كما أنه حاصل على العديد من الشهادات التقدير من مواقع عدة، ومن مجلات، مواقع إلكترونية، أندية كثيرة، حاصل على شهادات تقدير منها بدرجة امتياز. ويعمل الآن ولا زال يعمل كمترجم من اللغة العربية للكردية ومن الكردية للعربية. أما أعماله الأدبية فله كتاب باللغة الكردية تربين دل،
وكتاب مترجم نبض القلب. ويعمل كما ذكرت على طباعة رواية جديدة له. هذه من أعماله، إلى جانب أعمال عدد من الشعراء في مجال الترجمة. قنديلنا لهذا اليوم الشاعر والمترجم الكردي العراقي لقمان منصور فتاح. لقمان منصور نموذج للشاعر والمترجم الذي يجمع بين ثقافتين ولغتين، مما جعله صوتا مميزا في الأدب الكردي والعربي. يتسم أسلوبه الشعري والكتابي بالصدق والعمق، حيث يعبر عن قضايا إنسانية واجتماعية بروح شاعرية وإبداع فريد في مدينة متنوعة الأعراق والقوميات والثقافات، كما يسمونها السياسيون العراق المصغر، في مدينة كركوك العريقة، وفي حي يسكنها الكرد يسمى حي آزادي، وفي دار مقابل جامع الحي تحديدا في اليوم 4 من شهر أيلول عام 1963 تعالى أول صرخة بكاء لمولود ذكر أدخلت البهجة والسرور في قلوب ساكنيه، المكونة من بيتين لأخوين، إحداهما والد المولود الجديد والآخر شقيقه الذي يكبره ب2 سنين. سمي هذا المولود لقمان ليحمل اسمه الكامل لقمان منصور فتاح. نشأ وترعرع في حي آزادي الذي يغلب عليه الطابع الكردي في منزل يضم عائلتين مترابطين. كان والده يعمل في مهن مختلفة لتوفير حياة كريمة لأسرته، بما في ذلك إدارة مقهى والعمل في البناء وسياقة سيارات الأجرة. هذا التنوع في الحياة اليومية زرع في قلب لقمان تقديرا عميقا لمعاني الكفاح الإنسانية. دخل لقمان منصور المدرسة متأخرا في 8 من عمره، لأنه لم يحصل على البطاقة الشخصية إلى ذلك الحين، وسبب ذلك مشاركة والده في الحركة التحرية الكردية. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة في الإعدادية في مدينة كركوك، ودخل المعهد التكنولوجي في كركوك، وحصل على شهادة الدبلوم قسم المكائن والمعدات، ذلك عام 1987. ئەو دەمانەی پێکەوە بووین دڵ ئارام بوو، جێژوان پڕخەندە و لێو بە شیلەی ماچ، دەم بە سترانی عاشقانە، ژیان پڕچێژ و پڕتام بوو. لێک دابڕاین خەندە نەما، جێژوان شۆڵ بوو، شەقەی ماچان سڕایەوە، ئەوینی ئەو هەموو ساڵە بەو لێکدابڕانە، وەک بەفری بەرخۆرەتا و توایەوە. چیرۆکی عەشقی من و تۆ بێئاکام بوو، بڕایەوە لەو ڕۆژەوە کز و ماتم، ئەشکم بارانی بەهارە، دەستەوەژنۆ گۆشەگیرم، وا هەستەکەم مردن نزیکە ئەمجارە. عشق لقمان للشعر ظهر منذ صغره، عندما كان يطلب من والده قراءة الشعر له ليحفظه، كون والده كان يكتب الشعر. بدأ الكتابة في أوائل الثمانينيات، وكانت قصائده تعبر عن مشاعر الحب والتأمل في الحياة. خلال تلك الفترة أثرت عليه النماذج الراقية لشعراء الكرد التي كانت ضمن مناهج الدراسة، مما ألهمه لتطوير لغته الشعرية الخاصة، وساهم في تشكيل حسه الأدبي منذ سن مبكرة. عرفت الأستاذ لقمان منصور منذ سنوات عديدة. عرفته مترجما يترجم من العربية إلى الكردية وبالعكس، وقد ترجم لي رواية عطش الإسفدار، وتم طبعها وتوزيعها في إقليم كردستان.
كما ترجم لي الكثير من القصائد المتفرقة، ثم ديوان قريبا من لاليش إلى اللغة الكردية، وقد تم طبعه وتوزيعه كذلك. فوجدت الأستاذ لقمان شغوفا بمشروعه متفانيا، وقد تتبعت خطواته، إذ رأيت امتداد مشروعه إلى العديد من الدول العربية، فقد ترجم لشعراء كثر من العربية إلى الكردية. الأستاذ لقمان مترجم مسكون بهاجس نقل الإبداع إلى شعبه ووطنه وفتح طريق خلاق لهما. أما عن معرفتي به كشاعر فهو شاعر رهيف رشيق العبارة، صادق الإحساس، نبيل العواطف، يشعر بآلام الآخرين، يسخر قصيدته من أجل نصرة الإنسانية، يكتب عن الوطن كثيرا، ناقدا ما تفعله يد التخريب والفساد فيه. أذكر له قصيدة يقول فيها: سأكتب شعرا أذكر فيه كل الذين تسببوا في تخريب هذا الوطن، سأرسم لوحة لقاتل يقتل شخصا لا يطلبه أي شيء. لقمان منصور كشاعر يمضي حاملا جراحه كسارية، لا يخاف فضح كل من لا يقف إلى جانب الحق والإنسانية، هو دوما مع الجمال والعطاء. التقيت به مرارا في شمال العراق، وقتها أهداني ديواني الذي ترجمه إلى الكردية، ثم قدمني في أمسية في اتحاد الكتاب هناك. لمست حب الآخرين له، وأيقنت أن هذه المحبة لم تأتي من فراغ. الأستاذ لقمان يستحق كل خير. مرت أحداث الدراسة سريعا لأنه حسبها روتين الحياة والانتقال من مرحلة إلى أخرى حسب تسلسلها الزمني. عشق الشعر منذ الطفولة، وتحديدا بعد عودتهم إلى العيش في مدينتهم كركوك التي تركوها وهو في الرابع الابتدائي. بعد عودتهم دخل الامتحان مع طلاب الدور الثاني واجتاز الصف الرابع ودخل الصف الخامس، وكان في منهج اللغة الكردية في الصف الخامس نماذج لشعراء الكرد الواقعية، بروز أول برع من حياته الشعرية يعود إلى بداية الثمانينيات مع أول نبض عشق دام لسنوات وربما إلى الآن رغم افتراقهم، حيث ركزت أعماله الأولى على قضايا الحب وتأملات الحياة اليومية. مع تقدمه في العمر تطورت موضوعاته الشعرية لتعكس واقعه الاجتماعي والثقافي، مستلهما من التراث الكردي ومن تجارب الحياة المعاصرة. ظلت كتاباته الأولى حبيسة دفاتره لسنوات، لكن موهبته سرعان ما ظهرت إلى العلن عندما انضم إلى اتحاد الأدباء والكتاب في العراق فرع كركوك. لم تقتصر إبداعات الشاعر لقمان على الشعر فقط، بل امتدت إلى الترجمة التي شكلت له جسرا بين الثقافات. بدأ مسيرته في الترجمة ينشر أول أعماله دور لالش بعيدا عن لالش، الذي ضم قصائد مترجمة للشاعرة والروائية نجاح إبراهيم، ثم تبع ذلك بترجمة روايتها عطش الاسفيدار. ولم تكن الترجمة مجرد نقل نصوص بالنسبة له، بل كانت بمثابة إعادة إبداع، حيث حرص على الحفاظ على جمال النصوص الأصلية وروحها. كان الشاعر لقمان يعشق اللغة العربية، لذلك تمكن من إتقانها وتحدثا وكتابة، وبدأ بنشر قصائده الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمجلات الإلكترونية، كونها أسهل طريقة للنشر وأوسعها مدى. بدأ العمل على الترجمة بعد قراءته ترجمات رديئة لقصائد شعراء من قائمة أصدقائه، ومراسلته للشاعرة الراحلة غزال إبراهيم. من أبرز إنجازاته في الترجمة
تعاونه مع الشاعرة الراحلة غزال إبراهيم التي أوصته بتقديم ترجمات تليق بإرثها الأدبي. ساعدته هذه الثقة الكبيرة في تعزيز مكانته كمترجم من الطراز الأول، فأسس لقمان فريق الترجمة بلا حدود الذي يضم مترجمين من مختلف أنحاء العالم، مسهما في نشر ثقافة الترجمة وتعزيز التفاهم الثقافي بين الشعوب على صعيد الشعر. الشاعر والأديب والمترجم الكبير لقمان منصور بصراحة أنه إنسان راقي، وأنا أتحدث عنه كإنسان بالمرحلة الأولى، لأنه من خلال تعاملي مع هذه القامة الكبيرة أدركت أن الإبداع هو سبب هذه القامة. وكلما تواضع الإنسان وتواضع المبدع تحديدا انتشر عالميا وعربيا وفي قلوب كل من تعامل مع هذا الإنسان الراقي. أنا شخصيا يشرفني أن الأستاذ الغالي الشاعر والأديب والمترجم لقمان منصور ترجم إحدى رواياتي، وهي رواية 10 صلوات للجسد، وكانت لحظات جميلة أثناء الترجمة. وأكيد كل مترجم يحتاج تواصل مباشر مع المبدع لتكون الترجمة في محلها وبقوتها. وانتشرت هذه الرواية بين الأدباء والقراء الكرد، والفضل الكبير يرجع إلى هذه القامة الراقية الكبيرة. أعتز وأتشرف به إنسانا، وأعتز وأتشرف به مبدعا كبيرا، وأتشرف أيضا بهذا الحضور الراقي، واسمي أيضا صار بين القراء وبين يدي الكتاب القراء من كردستان. أصدر الشاعر لقمان ديوانه الكردي تربدل الذي حظي بإشادة النقاد والجمهور، بالإضافة إلى ديوانه العربي نبض القلب الذي جمع بين القصائد المكتوبة بالعربية والمترجمة. هذا التنوع في كتاباته جعله رمزا للتعايش الثقافي وأحد الأصوات الأدبية القادرة على مخاطبة قلوب قراء من مختلف الخلفيات. الجدير بالذكر أن الشاعر والمترجم لقمان منصور فتاح هو عضو الهيئة الإدارية لجمعية شعراء الكرد، عضو جامعة الأبجدية الدولية قسم الترجمة العالمية، له قصائد باللغتين الكردية والعربية. ومن أعماله مقال تحت عنوان من ذاكرة محتجز في سجون العراق، منشور في مجلة باناروج العدد 123 ومجلة كاريز الأعداد 1 2 3 أي الأعداد الثلاثة الأولى. تشكيل فريق الترجمة بلا حدود والعمل كمترجم كردي عربي وعربي كردي في الفريق المتكون من لقمان منصور مترجم كردي عربي وبالعكس في العراق، مازيغ يدر مترجم عربي أمازيغي وبالعكس الجزائر، رضوان الناجي مترجم إنجليزي عربي وبالعكس أيضا أي من عربي الإنجليزي من ليبيا، فتيحة نجاح سباعي مترجمة إسبانية وعربية وبالعكس تترجم من الإسباني للعربي ومن العربي إلى الإسباني، تغريد بومرعي مترجمة من الإيطالية والبرتغالية لبنان، شروق حمود مترجمة عن السويدية من السويد، ويعاون أعمال الفريق في تصميم البوسترات كل من علي حسين جابر من البصرة والأديب شنوار إبراهيم من ألمانيا. له ديوان مترجم تحت عنوان بعيدا عن لالش من قصائد الشاعرة والروائية والأديبة السورية نجاح إبراهيم، ترجم من العربية إلى الكردية عام 2018. ترجمت رواية عطش الإسفدار ذكرتها قبل قليل أيضا، الروائية والشاعرة نجاح إبراهيم، رواية مترجمة إلى اللغة الكردية بقلم لقمان منصور كما أيضا عام 2018. ترجمت رواية 10 صلوات للجسد للشاعرة والروائية وفاء عبد الرزاق مطبوعة
مقالات منشورة في المجلات والمنتديات الإلكترونية، معارج الفكر، جامعة الأبجدية الدولية، أقلام وخواطر أدبية، مجلة أضواء مصر، رواع الأدب المترجم، أقلام بلا حدود، منتدى قلوب نقية، الأدب الإلكتروني، إلى آخره من المجلات. له ديوان من قصائده باللغة الكردية تحت عنوان تربدل، ذكرتها قبل قليل وهي مطبوعة. له ديوان ترجمة قصائده إلى اللغة العربية مع قصائد كتبت باللغة العربية تحت عنوان نبض القلب. هذا الكتاب جاهز للطباعة وسيصدر قريبا. له ديوان الأشعار المترجمة للأنسنة والسلام من الأصل العربي والكردي بالاشتراك مع فريق الترجمة المكون من كل لقمان منصور مترجم عربي كردي من كركوك، بشير عجرود مازيغ يدر مترجم عربي أمازيغي عربي بالجزائر، رضوان ناجي مترجم عربي إنجليزي عربي من ليبيا، بوقندرة خميس مترجم عربي فرنسي روسي من الجزائر، على أمل أن يطبع في الجزائر من قبل الأديب الجزائري بشير عجرود. وله أكثر من 100 قصيدة مترجمة من الكردية إلى العربية ومن العربية إلى الكردية، منشورة في العديد من المواقع والمجلات الإلكترونية العالمية مثل معارج الفكر، جمعية شعراء الكرد، منتدى أقلام بلا حدود، منتدى أقلام وخواطر أدبية، جامعة الأبجدية الدولية، منتدى قلوب نقية، الأدب الإلكتروني، رواع الأدب المترجم، إلى آخره من المواقع. له تراجم للشعراء من الكرد والعرب منشورة على المواقع الإلكترونية، 7 مصاحفات ترجمية بالاشتراك مع فريق الترجمة منشورة على شبكة محررون العراقية بإدارة منير الكلداني ومنتدى سينم في لبنان. له مقال بعنوان فن الشعر باللغة الكردية منشور في العدد الثامن من مجلة ديالوج الفصلية، وقد تم ترجمة بعض قصائده إلى لغات فريق الترجمة، منها ترجم إلى اللغة الفارسية من قبل زانا كردستاني ونشرها في المجلات الإلكترونية الفارسية. وكذلك قام الشاعر والمترجم محمد حمادي بترجمة بعض قصائده إلى اللغة الفارسية، وكذلك ترجمة قصيدتين أو أكثر إلى اللهجة اللقية من قبل قوبات لكمات. الترجمة وفوائدها. هناك مقولة أو تعريف قديم للترجمة يقولون إنها كالقبلة خلف الزجاج النافذة، أي قبلة بلا طعن. طبعا أنا لا أوافق هذا التعريف، فأنا لي تعريف للترجمة، وهي الترجمة هي تأشيرة الدخول إلى ثقافات الشعوب المختلفة. ودونت هذا التعريف على أغلفة الكتب التي قمت بترجمتها. لولا الترجمة لما تمكنا من التعرف على عمالقة الأدب العالمي، فالترجمة ضرورية كما التأليف تماما. الجوائز والتكريمات التي حصل عليها الشاعر لقمان، أذكر منها شهادة تقدير من منتدى أصدقاء بلا حدود عام 2015، وسام الثقافة والسلام من جامعة الأبجدية الدولية 2016، شهادات تقديرية رفيعة المستوى من منتديات أدبية ومؤسسات ثقافية، وسام الإبداع الذهبي من المنتدى الدولي للإبداع والإنسانية عام 2018، دكتوراه فخرية من المنتدى الدولي للإبداع والإنسانية 2020، شهادة الشخصية الإنسانية من المنظمة المصرية لسفراء السلام عام 2020. دنجك لكردستان شاعر ورجري بتوانا كاق لقمان لك لبواري شعر نوسين دا بواريكي فراواني لبانتاي كردستان دا خوينري كردستان دا بو خوي دروس كردوها. شاعر دميك دنوسيت
دەزانێ بۆ دەنووسیە و بۆ کێ دەنووسیە و چۆنی دەنووسیە. ئەم بوارانە وای لێ کردووە کە خوێنەر چێش لە شیعرەکانی وەرگێ، هەمیشە بە دوای شیعرەکانیە بگەڕێن، لە هەر کوێیەک شیعری بڵاو بکرێتەوە، بەڕاستی بە سرنجێکی جوانەوە، بە لێکدانەوەیکی جوانەوە باسی شیعرەکانی دەکرێت. جگە لە بواری شیعرنووسینی کوردیدا ئەو وەرگێڕێکی بەتوانایە، خاوەن هێز و توانایەکی باشی هەیە، بە تایبەتی لە زمانی شیعری کوردی بۆ عەرەبی، لە عەرەبی بۆ کوردی بە هاوکات. کاک لوقمان نووسەرێکە بۆ خۆی ئەمڕۆ لە دنیای جیهانی نووسینی شیعردا پانتایەکی فراوانی بۆ خۆی دروست کردووە، بۆ خۆی بۆتە جێی متمانەی شاعر و نووسەرانی جیهانی لە کۆڕبەندی متەرجمون بلا حدوددا، ئەندامێکی دەستەی باڵایە، ئەو لەگەڵ ئەو گروپەدا شیعر لە کوردیە وەرەگێڕێ بۆ عەرەبی و ئەوانیش وەرەگێڕنە سەر زمانەکانی کوردی، عەرەبی، ئیسپانی، فارسی، ئیتالی، ئیسپانی و ئینگلیزی و فەڕەنسایی و گەلێک زمانی و ئەمازیخی و گەلێک زمانی تریش. نووسەر لەو بوارە داوای لە خۆی کردووە، توانەکانی خۆی وا دەرخستووە کە متمانەیەکی باشی پێ بکەن. ئەو شیعرانەی کە لە کوردی وەرەگێڕێ بە ئەو زمانانە، ئەو زمانانەش لە دوو تۆی کتێبێکدا ساڵانە بە سەرپەرشتی شاعر و نووسەری گەورەی جەزائیری نەسەب ئەمازیخی مامۆستا مازیخێدت کۆ دەکرێنەوە و لەگەڵ گروپەکەیانە لە کتێبێکی قەبارە گەورەدا چاپ و بڵاوی دەکەنەوە. ئەوەی من تێبینیم کردووە نووسەر کاک لوقمان فەزایەکی گەورە و فراوانی لە ناو ئەدەبیاتی جیهانیشدا وەرگرتووە، وەکو باسم کرد بۆتە جێی چاوەڕوانی زۆرێک لە نووسەرانی جیهانی کە شیعرەکانی کاک لوقمان هاوکاتە بە زمانەکانی تر. ئەو زیاتر لە 50 شاعری کوردی، شعری شاعری کوردی وەرگێڕاوەتە سەر زمانی بێگانە و بە عەرەبی و ئەوان شێکن بە زمانەکانی زیندوی جیهانی. هاوکات لە ڕێگەی کارەکانیەوە بۆتە جێی هاوسۆزی گەلی کورد و گەلی ئەمازیخی، گەلی ئەمازیخ کە بۆتە دڵسۆزێکی گەورە، پەیوەندێکی جوان. ئەوانش ئێستاکیە ئەزانن کورد چییە، چونکە ئەوانش گەلێکن وەکو گەلی کورد مافخوراون، هاوسۆزێکی تەواویان هەیە. ئەگەر ئێمە بڕوانینە ڕاگەیەنەکانی جیهاندا دەبینین کۆمەڵێک لە نووسەرانی ئەمازیخ یا چالەکوانانی ئەمازیخ لە سۆشیال میدیادا ئەوانیش باسی ملەتی کوردەکەن، هاوسۆزی زۆری گەوریان بۆ گەلی کوردێ و هەروەها گەلی کوردیش هەر لە ڕێگای ئەمانەوە توانیویانە گەلی ئەمازیخ بناسن کە وەکو ملەتێکی مافخورا و بەرام وەکو یەک تەماشای خەبات و تێکۆشانی یەکتر بکەین. هیوای سەرکەوتن بۆ کاک لوقمان زیاتر دەخوازم، دڵم پێ خۆشە وەکو شاعرێک نەک لە ئاستی تەنها کوردستانە، بەڵکو ئەو توانێتی شعری کوردی بناسیێنێت بە زمانە زیندوەکانی جیهان و کۆمەڵێک لە نووسەر و شاعرە گەورەکانی جیهانیش بە ملەتی کورد و خوێنەری کورد بناسیێنێت. هیوای سەرکەوتنی بۆ دەخوازم. لقمان منصور هو نموذج للشاعر والمترجم الذي يجمع بين ثقافتين ولغتين، مما جعله صوتا مميزا في الأدب الكردي والعربي، يتسم أسلوبه الشعري والكتابي بالصدق والعمق، حيث يعبر عن قضايا إنسانية واجتماعية بروح شاعرية وإبداع فريد. لقمان منصور ليس مجرد شاعر ومترجم، بل هو رائد ثقافي يسعى لترسيخ قيم السلام والتواصل بين الشعوب بأعماله الإبداعية وشخصيته الإنسانية. يثبت أن الكلمة الصادقة قادرة على تجاوز الحدود وبناء جسور المحبة والفهم المتبادل، مما جعله صوتا مميزا في الأدب الكردي والعربي. يتسم أسلوبه الشعري والكتابي
بالصدق والعمق، حيث يعبر عن قضايا اجتماعية وإنسانية بروح شاعرية وإبداع فريد. شكرا لقناة روجافا، برنامج قناديل، وكل الذين ساهموا في إعداد وإخراج هذه الحلقة، خصوصا الأستاذ مروان شيخي. كما أتقدم بخالص شكري للمشاركين، كل من الشاعرة والروائية السورية نجاح إبراهيم، والشاعرة الكردية بشيرة درويش، والشاعرة والروائية العراقية وفاء عبد الرزاق، وصديقي الشاعر صالح حلاج. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، الحديث والكتابة عن قنديلنا الشاعر والمترجم الكردي العراقي لقمان منصور فتاح يطول، ولكن حاولت قدر الاستطاعة أتطرق لكافة نواحي حياته بإيجاز. أتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك. إلى هنا أصل بكم لنهاية الحلقة، أترككم بأمان الله، وإلى قنديل آخر من برنامجنا قناديل على قناتي وفضائيتي روجافا. إلى اللقاء.